Every color bleeds into the same. Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. خوتي كنقول لكم سمحوا لي بزاف 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 حيت تعطلت عليكم هذه المده كامله، والصراحه ماشي لخاطري حيت من طبيعه العمل ديالي ما تيخليش ليا الوقت وتحت الطلب ديالكم. وبالضبط واحد البنت سميتها رجاء اللي هو اخر كومونتير كانت قالت لي بغيت تورينا الطريق ديال بوشوك، وهذا ان شاء الله في هذا النهار هذا غنوريكم الطريق ديال بوشوك، ونوريكم يعني الناس اللي جايين من الرباط فين يقدر يجيو مثلا بوشوك، والناس اللي جايين من القنيطره يعني من الاماكن اللي جايين من القنيطره كامله يعني من جهه الشمال داكشي. غنوريكم هاد الطريقه هذه وكنتمنى انكم تستمتعوا معايا في هذا الفيديو. غنوريكم بزاف ديال المناظر اللي اكيد غادي تعجبكم بالنسبه للناس اللي غيشوفوا اول مره الفيديو، والناس اللي شافوا الفيديو اللي قبل غنحط لكم في ديسكريبسيون ان شاء الله تشوفوا الفيديو كامل. وكنشكركم بزاف ما ننساش كنشكركم بزاف على 18000 ابوني. بلا بيكم ما كنتش نوصل هذا العدد، وكنتمنى اخوتي يعني يكون عند حسن الظن ديالكم وندير الفيديوهات اللي كتليق بكم بالمقام ديالكم. اي واحد عنده فكره او شي حاجه اللي غنطور بها القناه ان شاء الله يحطها لي في الكومونتير. وشكرا بزاف اخوتي، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر. المهم اخوتي بالنسبه للطريق ديال البوشوك يعني سولوني عليها الدراري بزاف داكشي. بالنسبه للدراري ولاد الواد حي نبيعات حي السلام القريه وداكشي، وتحيه ولاد السلا كاملين ولا كيمشيو لبوشوك واللي عارفين بقيمه بوشوك. المهم هادو راه عارفين البحر، وكاين اللي الله اعلم يعني ما نعرف. يعني بالنسبه للبنات وداكشي اللي ما عارفينش راه نوريهم الطريق. المهم هذه الطريق اللي كتجي من هنا. المهم انا جيت فوق القنطره باش نوريكم يعني البلاصه اللي غيجيو فيه الناس اللي من غير سلا وداكشي، بحال الناس ديال القنيطره والناس ديال الشمال، ولا يعني بزاف ديال الناس سولوني قالوا لي فين كاين هذا البحر. المهم انا الدراري انا نوريكم دابا. انا فوق واحد القنطره كاينه طريق القنيطره اللي هي هذه كامله طريق القنيطره اللي جاي من هذه البلاصه. هذه طريق القنيطره راه معروفه فهمتي، قال له كدير الرباط هانت كتجي بحال هكا. انا جيت فوق القنطره باش نوريكم مزيان. هذه كدير الرباط يعني الرباط كاين في الاتجاه. بالنسبه للبلايص هادو يعني الناس يعني عاد جهه البلاصه هذه كاين هاد الرومبوا. ها هي هاد الرومبوا اللي غتطلع بها البوشوك، يعني غتبقى غادي تبقى غادي اطلع بها البوشوك. المهم اخوتي انا دابا غنوريكم هاد البلاصه، يعني غنوريكم خطوه بخطوه باش ما تدوخوا ما والو. انا نركب ان شاء الله الموتور غنتبع لكم الطريق كامله وغنشرح لكم بما امكن باش تفهموا او باش تعرفوا البلاصه بالضبط. المهم اخوتي خليكم معايا غتشوفوا الطريق، واللي جا وبغى يتواصل معايا ونديه مرحبا للراس والعين. المهم اخوتي يلا انا نوريكم الطريق. المهم اخوتي هي دابا الرومبا. دابا على مشينا على اليمين بحال هكا هادي الطريق ديال الرباط، وعلى اليسار طريق القنيطره. المهم حنا دابا دايرين على اليمين، والناس اللي جايين من القنيطره واش كتمشيو نيشان. وكاين بزاف ديال البلايص اللي تقدر مثلا ديكم البوشوك، غير انا تنختصر الطريق بحال هكا. المهم اخوتي دابا انا نوريكم بالضبط فين كاين. هي راه باي طريق مثلا تكون دايز من هنا غطلع الفوق يبان لكم بوشوك. المهم اخوتي دابا انا اختصر شويه الطريق داكشي، والناس ديال السلا وداكشي راه عارفين الطريق مزيان يعني تمشيو بزاف ديال البلايص. المهم انا نوريكم بالضبط فين كاين وصافي. المهم اخوت دابا راه قربنا هاد الرومبا. هذه اللي باش تعرف راسك فين غادي. هاد الرومبا الثانيه وكاين حتى الطوبيس ها هو 204 حتى هو كيجي بهذا البحر هذا بوشوك. المهم اخوتي دابا غنضربوا على اثنين اليمين. حنا ندورو دابا المهم اخوات بالنسبه للبلاصه سعيد حجي فهمتي، يعني اجوا سعيد حجي راه يبان لكم هاد القناه اللي وريتكم هاد الخوت. ودابا انا راه قربت يعني البلاصه اللي نطلع عليها البحر ان شاء الله. كما قلت لكم هاد البلاصه تيقولوا سعيد حجي، والبلاصه اللي غنطلعوا منها تيقولوا الديور ديال البحر. دابا قربنا ليها بزاف. المهم اخوتي يعني ما بغيتش نقطع لكم الفيديو داكشي يعني باش تشوفوا معايا البلايص مزيان، يعني باش تعرفوا راسكم فين غادي. حنا دابا قربنا الخوت، عطينا دوره وحده اللي ها هي. هذه هي الدوره اللي غندورو بها البوشوك ان شاء الله، هي هذه.
صافي الخوت هذه اخر طلعه غنطلعوا فيها البوشو. ها هي قدامنا، ها هي الطلعه ديال البوشو. هو البحر شويه صعيب يعني باش توصل ليه وداك الشيء، ولكن في نفس الوقت يعني ساهل انك تمشي وتشوفه بحال هكا. حنا قربنا دابا بزاف. الناس اللي عندهم موطور ولا طوموبيل تقدر تباركيو هنا في هاد القناة او تباركي الفوق، ماشي مشكله الخوت. المهم الخوت دابا وصلنا. الا كانت عندكم طوموبيل تقدر تباركيو هنا في البلاصه، راه ما كاينش اللي قيسها، او مثلا تدخلوا حتى هنا، واللي عندهم موطور داكشي من الاحسن يحطوه لتحت، فهمتي يعني. بقاتنا الطليعه هذه هي الطليعه ديال بوشوك. المهم اخوتي غنطلعوا منها باش نوريكم كي دايره الدنيا. هانتوما الخوت، شوف يا سلام، شوف دابا شوفوا الخوت، دابا ما يتسالش انك تجيلو تزورو. شوف زوين وخاوي وطبيعي. شوف هما الناس كامل، وكاين يعني فيه تصور وبغيتي دير مثلا طاجين ولا شي حاجه، يعني عندك كامل الحريه وكامل الاختيارات. بحال هاد البلاصه هذه ما كيعمروا فيها الناس الصراحه تستاهل. واش غنقول لكم الخوت، راه والله احسن بحر يعني كيرتاحوا فيه ولاد سلا هو هذا البحر هذا، حيت زوين وما فيش بنادم بزاف ونقي في نفس الوقت. المهم الخوت دابا راه هابطين البحر اللي ها هو الصراحه يعني هو صعيب في الخطه بزاف، ولكن ماشي مشكل لانه يستاهل. غير هو وسيله وسطكم اخوتي، هو انسان يكون حاضر، وضروري يجيب معاه شي سبرديله بحال هكا ضروري. ومن الاحسن يعني ما يجيبش معاه مول الدار وداك الشيء الناس اللي ما قادوش، ولكن الا كنتي قاد ولا شي حاجه ما فيها باس. يعني شنقول لكم، يعني واخا ضرب تماره وداك الشيء، ولكن يستاهل انك تجي هذا البحر. المهم اخوتي انا نوريكم الصعوبات اللي تواجهوها شويه، حيت دابا انا هابط من هنا، غنوريكم شويه الصعوبات داك الشيء، غنوريكم البلايصه بالضبط وصافي. المهم الخوتي انا نوريكم الخوتي، خليكم معايا. المهم دابا كاين شويه الصعوبات اللي بحال هاد الهبطه بحال هكا، خصك ضروري تستعن باليد وداك الشيء. المهم انا كنصور بيد وهابط بيد وحده. هانتوما اخوتي غنخليكم، ها هو دابا البحر قدامنا، شوف يا سلام. هانتوما الخوت حنا دابا راه هبطنا لتحت، ها هو الطلعه اللي طلعنا منها، وها هو البحر مورايا. صراحه يستاهل وكيعجبني بزاف هنا هذا البحر، حيت نلقى فيه راحتي، وكيعجبوني حتى هاد المناظر بحال هكا، بحال هاد الضايات ديال لما تيكونوا صغار داكشي ها هما. المهم الخوت انا نقرب البحر شويه، شوف كيفاش داير، يا سلام. وانا تلقى بحال هاد النقاوه هادي، شوف غير قولوا لي فين تلقاو بحال هاد النقاوه وبحال هاد المناظر، راه سبحان الله بحال تقول ماشي في سلا، راه تقول بيئه اخرى هذه. شوف الخوت، شوف هو الماء يوصل عندي. بالنسبه للخوت يعني الناس يكونوا هنا قلال وداك الشيء ها هما،
والناس محتارمين، يعني حتى اللي جيتي مع والديك وداك الشيء يعني ما تلقاش المشكل. وتنشكر الناس اللي كانوا تبعوني في هذاك الفيديو وباش عرفوا عن طريقي، عرفوا هاد البلاصه هذه. ودابا راه وريتكم هذا الشيء بالتفصيل وعن قرب. يعني شوفوا الخوت، الجبال مع الماء مع الطبيعه، تبارك الله ما شاء الله. خوت دابا نديكم واحد البلاصه اللي بالنسبه لي انا احب بلاصه بالنسبه لي، والدراري ديال سلا كاملين كيتجمعوا على هذه القضيه هذه، حيت فيها بحال واحد لابيسين طبيعي، وتيقول هذه البلاصه تيقول لها سويريجه. المهم انا نوري لكم. حنا دابا قربنا لسويريجه، دابا البحر مهبط، هما الدراري فين كيعوموا. دابا البحر مهبط، يعني تقدر دوز منه، ملي تكون البحر مطلع راه واحد الصعوبه كبيره بزاف. هانتوما الخوت اوريكم بعض المناظر. شوف شنو ما كيدير. اوبلا شوف شو المنابع الطبيعيه كتشهيك في العوم. ومن الناس يصيدوا هنا وكيعوموا هنا الدراري صغار، حيت هاد واحد الكليسه صغيره يعني تصلح للدراري صغار. وكاين هاد الكلته هادي اللي كيتلاحوا منها عباد الله. انا نشوف الدراري واش يتلاحوا ولا لا. المهم اخواتي دابا راه مشينا للبلاصه اللي زوينه وكتعجبني. كاين البلاصه الاخرى اللي تقدر تجي مع والديك وداك الشيء، هي فيها شويه ديال الخطوره يعني في الهبطه، ولكن كما قال الحال احسن من الاخرى. وفيه واحد لابلاج صغيور زويون، وفيه الباركينغ وفيه كلشي. المهم حنا دابا راه راجعين، يعني خليناه دابا هذاك خليناه اللور، وهذا كاين قدام شويه. المهم اخواتي دابا انا نوريكم داك الشيء. صراحه هاد البلاصه زوينه، واللي زعما اللي عنده اللي بنت ولا شي حاجه وبغى يجي مع باها ولا خوها ولا شي، خصكم تجيو هاد البلاصه هادي بالضبط، حتى هي زوينه. فيها واحد الهباطه ساهله، واحد الشاطئ تا هو اللي زوين، كاين فين تباركي. ها هو راه كلشي باين قدامكم. خوتي هذا هو البحر، وهذا هذه هي البلاصه اللي مشهوره، وهذا هو بوشوك اللي باش معروف. وهاد البلاصه تيقول له اخوان، هذا هو البحر ديال الاخوان، حيت فيه واحد الشاطئ شويه كبير. نزومي لكم، كاين المنظر بحال هكا كتبان جهات هي زوينه. انا كنت مور ديك الصخره، مور هاد الصخره بالضبط في المره الاولى. وكاين يعني الشاطئ ها هو، الناس محترمين وبخير، مكاينش اللي يهضر معاك، الحمد لله. يعني الامان وكل شيء، عكس انه كيروجوا بعض الفيديوهات داكشي تيقول لك اخطر بحر في السلا وداكشي. المهم ها انتما شوفوا الناس كيعوموا هنا، كاين وليدات واغلبيه كيكونوا وليدات، تتكونوا العائلات كما كتشوف. وهذه هي الهبطه، راهم هابطين الناس كتهبطوا من هاد البلاصه. انا نقرب لكم ونوريكم الهبيطه، هي ماشي شي هبطه على صعيبه. انتم الاخوان هذه هي الهبطه، هي نهبط معها شويه باش تشوفوا، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. هانتوما هما الناس هابطين منا في هاد البلاصه بالضبط، يعني تليق بالعائلات. نجي مع باك ولا موك ولا ما اختك ولا شي حاجه، ولا مثلا بالنسبه للبنات اللي تيجيو مع خوتهم ولا باهم داكشي، في هاد البلاصه كيبان ليه مزيان. ولا كنت شي بنت مثلا قاده تهبط في هاد البلاصه، وكنقول لكم هاد البلاصه احسن من هاد البلاصه.